السلام عليكم. إيران تكشف تفاصيل خطيرة عن أكبر خلية إرهابية مرتبطة بإسرائيل. إن لم تكن مشتركا في القناة فاشترك، وإذا كنت من المشتركين لا تنسى الإعجاب بهذا الفيديو. كشفت وكالة فارس الإيرانية عن تفاصيل جديدة حول أكبر خلية إرهابية مرتبطة بالاحتلال تفككت داخل البلاد خلال العقدين الأخيرين، وجاء ذلك عقب أن أعلنت وزارة الأمن الإيرانية رصد واعتقال خلية إرهابية داخل البلاد على صلة بالكيان الصهيوني، وكانت تنوي القيام بعمليات تخريبية في مختلف المحافظات. ونقلت فارس عن مصادر مطلعة عن إجراءات هذه الخلية الإرهابية وكيفية التعرف على أعضائها، قوله: إننا أمام نقطة في طريق تصرفهم في التعامل مع الثورة المضادة. في الآونة الأخيرة تسعى هذه الحركة المعادية إلى تشكيل خلايا إرهابية مختلفة داخل البلاد من خلال الشبكات الافتراضية. ما تم الإعلان عنه كان بمثابة ضربة وجهناها مؤخرا إلى أكبر شبكة إرهابية نشطة في البلاد خلال 20 عاما الماضية. كانت نية هذه الخلايا المختلفة تأجيج العنف والوضع وإثارة الحرب في مدن إيرانية. وأوضح المسؤول الأمني لفارس: قادة هذه الخلايا تمركزوا في دول الجوار، وقاموا بتوفير الأسلحة والمعدات اللازمة من نفس الدول لعملائهم الداخليين. أهم ما يميز هذه الحركة المعادية هو رغبتها القوية في القتل وزيادة نطاق العنف في المجتمع الإيراني على حد قوله. وتابع: تعود جذور القضية إلى العام الماضي عندما أتبعت الثورة المضادة بشدة النهج المناهض للدين، وبعد ذلك سعت بعض الشبكات لمواصلة نفس النهج في الفضاء الافتراضي. في هذا الصدد وجه 2 من العملاء المعاديين للثورة أنشطتهم في الفضاء الافتراضي نحو تشكيل شبكات اجتماعية للأعمال الإرهابية. في الأخير، إذا كنتم من المهتم بهذه النوعية من الأخبار لا تنسوا الاشتراك لتتوصلوا بالجديد، وشكرا.